معانا في برنامجنا برنامج عملتها ازاي دي، ان احنا بنقدم لكم اهم واكثر الحوارات حصريه على الساحه الاعلاميه في كليه هندسه جامعه القاهره. وحوارنا النهارده بيلخص حاجات كتيره جدا، اهمها الفن والابداع والرقي الفكري والموضوعي. ضيفنا النهارده مش زي اي ضيف مر علينا قبل كده. ضيفنا النهارده هو احد اهم رموز كليه هندسه جامعه القاهره، واكثر الدكاتره والاساتذه شعبيه على مستوى الكليه هنا على مستوى جميع الاقسام. هو دكتور علي جبر. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ برنامجنا هو اسمه عملتها ازاي، ودول كلمتين احنا بنلخص بيهم مشوار اسطوره فعلا في المجال المعماري وفي المجال الاكاديمي بصفه عامه. اول مرحله عدت على حضرتك هي مرحله ثانويه عامه، ودي عدت علينا كلنا، لكن الاهم من كده ان احنا دخلنا هندسه، ودخلنا هندسه على اعدادي هندسه. مرت اعدادي وجات اللحظه الفارقه وهي لحظه قسم عماره. هل حضرتك دخلت قسم عماره عن رغبه ولا مجموع ولا فرحه بالمجموع ولا بس كاسم فرحان بقسم عماره؟ اولا مفيش اساطير. مفيش اساطير لا في العلم ولا اساطير في المجالات. هو في يمكن ناس بتحاول انها تعطي وبتقدر انها توصل للطلبة اكتر يمكن من غيرها. انا بالنسبه لي يعني من وانا عمري يمكن 10 سنوات وانا يعني امل ان انا اخش في قسم العمارة. ويمكن الحكايه دي جايه من ان جدي الله يرحمه من ناحيه والدي كان اول رئيس قسم للهندسه المعماريه مصري بعد سنين من وجود رؤساء اقسام انجليز، لان زي ما انتم عارفين لغاية سنة 28 أو 29 1929 كانت الكلية كلها مدارة وإدارتها كلها إنجليز. فأول من عاد من بعثة من الخارج من إنجلترا كان علي لبيب جبر اللي هو جدي، اللي أنا اتسميت على اسمه وعشت في البيت اللي هو صممه وحسيت بقيمة المعمار ويمكن شربتها وحبيتها من صغري. يعني هو ما كانش له تأثير مباشر عليا لأن هو توفى وأنا كان عمري يمكن 4 سنوات، فيعني أنا ما افتكروش، لكن كان له تأثير كبير جدا عليا يعني على الرغم من عدم وجوده فعليا في حياتي. يعني حضرتك نشأت أصلا في أسرة معمارية؟ لا مفيش أسرة معمارية لأن هو الوحيد اللي معماري. يعني أنا والدي مستشار قانوني ملوش علاقة خالص بالمعمار. زي ما بيقولوا الطبع غلاب برضه، إن العرق بيمد السابع جدا. جايز ممكن جايز. طيب على ذكر المواقف بيعدي علينا مواقف كتير صعبة جدا في الكلية، وكمان بالنسبة لأن احنا طبيعة دراستنا في قسم عمارة مختلفة عن أي قسم. هل حضرتك مر عليك موقف خلاك تحس ان انت ده صعب او مش هقدر اكمل؟ لا مش لدرجة ان ما اقدرش اكمل، لكن نقدر نقول ان المواقف الصعبة دايما موجودة في اي قسم ولا سيما يعني قسم عمارة. قسم عمارة بالنسبة لنا في سنة اولى كان ضبابي او في نوع من انواع عدم الوضوح، وعدم الوضوح ده كان بسبب انه ما كناش بناخد دايما درجات الاكسرسايزز او الاساينمنتس او التمارين، فيدباك اثناء المشروع. مفيش فيدباك، فكنا بنعرف بعض حاجات لكن مش كفايه الواحد يقدر يحدد بيها مستواه. اذا كنت انا عايز ابقى متميز او عايز اكون من المتفوقين كان صعب ان انا اعرف ده الا بعد ظهور النتيجه. فانا اتذكر موقف مع والدي يقول لي ها هتطلع ايه بقى السنه دي، فقلت له انا خايف لارسم، وطلعت سنتها الاول على دفعتي. فيعني ده معناه ان انا ما اقدرش ابقى اتكهن ابدا بمستواي نتيجه مش ان انا ما بعرفش احكم على نفسي، لكن نتيجه انه الظروف كانت كده. المواقف الصعبه على فكره يعني لا تنتهي ابدا مع فتره الطالب.
لكن انا اقدر اقول لك ان لغايه النهارده وانا داخل كل محاضره وكل سيكشن ببقى قلقان، خايف ان انا ما اعملش احسن ما عندي. ففكره ان انا ابقى مجرد يعني شخص عنده ثقه في نفسه زياده عن اللزوم، سواء انا طالب او مهني او استاذ او كده، دي حاجه ما هياش يعني اعتقد انها ظاهره صحيه، لانها معناها ان انا مش فارق معايا، وانا الحمد لله فارق معايا يعني. في سنه من السنين بتحكي لنا الاسطوره ان حضرتك كنت بتمسك كتاب وتحدفه على النكت، ولو النكت عاش يبقى الاستراكشر بتاعه سليم ويكمل لاخر المشروع. هي دي اسطوره دمها خفيف كده كوميديه مرت علينا اثناء ما احنا بندرس. ولو العكس يبقى نعمل نكت جديد عشان نجيب عليه كتاب جديد. بالرغم من ان ده كان بيحصل، ايه سر حب الطلبه الكبير لحضرتك بالرغم من النقد القاسي اللي بياخدوه؟ هقول لك حاجه، لو النقد الغرض منه البناء وانه التعليم يعني لا يحدث الا بنقد الذات ونقد الاخرين لعمله، يبقى الشخص اللي قدامي اللي بينقد لازم يتقبل هذا النقد. لكن يوم ما يبقى النقد هو تريقه، ولا النقد هو لان ما عنديش حاجه اقولها الا ان انا اقعد اتصيد الاخطاء للاخرين، يبقى طبعا الشخص اللي قدامي عمره ابدا ما هيبص لي بعين الجديه. فاعتقد ان الصدق في كل شيء احنا بنعمله هو ده اهم حاجه. الصدق في العمل، الصدق في الاحساس، الصدق في المعلومه اللي انا بنقلها للطالب بتتحس، وبيتعرف الواحد اللي هو بيؤدي فقط عن اللي هو بيحاول فعلا يوصل معلومه هو مقتنع بيها. اعتقد ده الفرق. احنا لما سالنا طلبه من خارج قسم عماره تفتكروا مين يكون احسن دكتور في قسم عماره، بيردوا من غير تفكير اكيد دكتور علي جبر. انتوا عرفتوا منين؟ احنا ما اتعاملناش معاه، بس احنا بنسمع عنه من زمايلنا ان هو اكتر دكتور محبوب فعلا في القسم دوت. ايه سر الحب بجد اللي المتبادل بين الطلبه وبين حضرتك، وكمان العلاقه ما بين دكتور علي جبر والطلبه يا عم ماشيه ازاي؟ انا اعتقد ان الطالب هو الترمومتر اللي بيقيس مدى الصدق والصراحه، وان المحبه ما هياش نفاق. انا كل طالب وطالبه بتعامل معاهم سواء في المكتب ده او في القسم عندي، انا فعلا بحس ان هم اولادي وبحبهم بجد. وكل ما الطالب اما يعني مجتهد لكن مش لاقي فرصه، او عنده حاجه عايز يقولها لكن مش لاقي اللي يسمعه في بيته او في قسمه، او عنده ظروف، او محتاج لمشوره، او محتاج لمساعده، ده اكتر حاجه بتخليني فعلا اقرب ليهم. وما اعتقدش ان في طالب ولا طالبه في الكليه عندنا ما عندهمش حاجه من دول، كلنا عندنا الرغبه في ذلك. واعتقد انه برضو لما الطالب بيحس ان الشخص اللي قدامه فعلا بيحبه، فالشفافيه بتاعت ده بتبان والصدق بتاع ده بيبان، وبالتالي بيبقى متبادل. بالظبط كده. في قسم عماره هو قسم الابداع وقسم الفن، وبتبقى دي رغبه دفينه عند كل طالب في قسم عماره انه يبين الفنان اللي جواه. بس هل ده بيتنافى مع ان النقد القاسي من باقي الدكاتره عامه او من جميع الدكاتره في قسم عماره، ان هم بيبقوا شايفين ان الدكاتره بيحسوا احساس داخلي الدكاتره بيقتلوا الابداع بمجرد ان هم مش قادرين يسمعوا فكرتي؟ احد توابع الثوره اللي احنا عايشينها النهارده ان كل واحد فاكر او واحده يعني فاكرين انه لان في حريه اذا انا حر اني اعمل اللي انا عايزه. في الابداع المعماري بالذات ده خطا. ليه؟ لان المعمار ده حاجه من الحاجات اللي بيستخدمها شخص واحد ويستنفع بيها شخص واحد، ولا لا؟ لا طبعا. حتى لو كان بيتي اللي انا ساكن فيه مين بيراه؟ انا بس ولا المره اللي في الشارع ولا كل الناس اللي ساكنين في المنطقه ولا يبقى اذا احنا بنقول عليه ان هو كوميونتي ارت
او كوميونال ارت. كوميونال يعني معناه ان هو ايه؟ مجتمعي، فن مجتمعي. الفن المجتمعي ده له مسؤوليه، تفتكري ولا لا؟ انا حر ان انا اعمل اللي انا عايزه؟ لا طبعا. انت حر ما لم تضر، هي دي الفكره. ايوه، لكن في حاجات صح وفي حاجات غلط، والطالب مهما كان عنده فكره ومبدع وحاسس انه مبدع وعايز يطلعها، لازم يعرف الفرق ما بين مسؤوليه الصح والغلط، وانه يتعلم يعمل الصح والغلط. لكن داخل الصح في مئات الطرق، بنترك الطالب والطالبه ان هم يتحركوا ايه فيها. لكن وقعنا في مكان ما هوش سليم، يبقى لازم ان احنا نرد الطالب الى ايه؟ الى المسار الصح. والا ما كناش نبقى في جامعه، كنا نخليهم على طول يطلعوا يمارسوا المهنه، صح ولا لا؟ يعني فكره ان انا بتعلم يعني معناها اني اصوب الصح واستمر بيه، واحاول ان انا يعني احسن الاخطاء بتاعتي او اغير مساري واحول الخطا الى صواب. طيب دي رساله من طالب في قسم عماره بيقول لو انا مش موهوب اعمل ايه عشان انجح في المجال المعماري؟ ده سؤال جميل جدا. احنا دايما بنقول ايه؟ نتخيل دلوقتي عندي مجموعه من طلاب، الطالب الاولاني ده غير موهوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ادالوش الموهبه، لكن مجد جدا وبيعمل اقصى ما في وسعه انه يكتسب مهارات و ده نوع. وبعدين واحد تاني موهوب جدا، ربنا اداله ملكات كبيره جدا لكن لا يعمل اي مجهود. واحد تالت موهوب وبيعمل ايه؟ اللي عليه وبيجتهد. طبعا اكيد الاخراني ده هو اللي فائز فيهم، لانه عنده موهبه، دي حاجه هو ما لم يشترك فيها، ده ربنا سبحانه وتعالى اداها، وهو عمل كل اللي عليه. اللي بعده بقى اللي هو الغير موهوب ومجتهد، انا بالنسبه لي افضل بكتير جدا من الطالب المجتهد والذي لا يعمل على صقل الموهبه وتعلم القواعد بتاعتها الى اخره. يبقى انا لو كنت مش موهوب اعمل كل ما عليا اني احاول املى الفراغ ده بتاع الموهبه بالقواعد اللي بتخليني اكتسب مهارات وخبره، وده هيبقى افضل بكتير من غيره. طب بصفه عامه ايه مواصفات المعماري الناجح؟ مواصفات المعماري الناجح زي اي مهندس ناجح، اللي هي ايه؟ الالتزام، ثم الالتزام، ثم الالتزام. الالتزام بايه؟ الالتزام بالقوانين، الالتزام بالقواعد، الالتزام ببرنامج، الالتزام بدقة تنفيذ، الالتزام بسلامة تصميم، الالتزام بتنقية ماتيريالز أو مواد للنهو تناسب المكان، الالتزام بأن احنا كإنسان له مسؤوليات على البيئة، وإن احنا دولة دلوقتي بقت بتفتقر للطاقة، وإني ما أقدرش إن أنا أصمم بدون مسؤوليات عن البيئة اللي حواليا وتوفير الطاقة والاستدامة كلها التزام 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 التزام. أقعد أقول لك مليون التزام، هم دول. إحنا برضو للأسف بنبقى بنحط همنا دايما في نقطة واحدة وما بنديش للآخرين الالتزام الكافي، وده اللي بيخلي المعمار عندنا حقيقة في مصر ما هوش على مستوى زي ما بنرجو. طيب هل اللي بنتعلمه في الكلية من مفاهيم ونظريات بيختلف عن الحياة الواقعية والعملية؟ تماما تماما، لأن الواقع بيصطدم بإداريات لا يتعرض ليها الطالب. يعني أول حاجة هيصطدم بيها المعماري اللي بيعمل في السوق إنه بعد ما بيصمم بيروح للحي علشان ياخد ترخيص. ده عالم تاني، ده المحليات بقى. يعني لما مثلا بعمل برج ولا بعمل اي حاجه وابص الاقي الدفاع المدني مثلا لازم يديكي رخصه للاطفاء ده عالم تاني يدخلك لمجموعات من التعديلات يقول لي طب ليه ما بنتعلمش ده لانه هو ما هوش بس كود، هو اللي هيفسر الكود مين، وانت هتقعي في ايد مين، يعني فاهم قصدي؟ ففي
حاجات كتيرة الحقيقة من نواحي إدارية. دي الحاجات الإدارية اللي هي بتختلف يعني طبيعة المهنة على حسب ما هنقع في إيد مين من دول. طيب مين تاني؟ الاقتصاديات بتاعت البناء. يعني لما أنا بروح لعميل أو عميل بيجيني ويروح قايل لي أنا عايزك تعمل المشروع الكذا كذا كذا كذا، لكن البادجت بتاعتنا هي إيه؟ هي قيمة محددة أو مبلغ معين. طب احنا عمرنا ما تعاملنا ودي بكام ودي بكام ودي بكام. احنا بنعمل احلى حاجه تقدر تطلع من مشروع، لكن ما هياش ايه محدده بنواحي اقتصاديه. ففي حاجات كتيره هتلاقيها تختلف طبعا في ارض الواقع. لذلك يمكن انتم ما تعرفوش، لكن من المستجدات الجديده ان ادوار النقابات هتبقى فعاله جدا في الفتره اللي جايه في إعطاء الخريج رخصة مزاولة المهنة. رخصة مزاولة المهنة هيبقى لها كورسات. الكورسات دي الاتجاه إنها تبقى في حدود 12 ساعة إلى 18 ساعة، وال 12 وال 18 ساعة دول يخفضوا من الكوتا بتاعة الخريج بتاعنا. في مصر هوس كبير جدا بالكورة. اللي هو اول ما نجيب سيره الكوره يبقى عرفنا على طول ان دماغنا تروح للاهلي والزمالك، لكن نيجي الاهلي والزمالك هندسه القاهره على طول دماغنا تروح لمدني وعماره. طبيعه العلاقه فعلا بين مهندس مدني ومهندس عماره، هل هم فعلا منافسين لبعض؟ انا مش فاهم قوي التشبيه اللي انت يعني مش عارف سببه ايه الحقيقه. زي ما يكون في نديه، بس لا يوجد نديه ابدا. يعني انا ما اعرفش انت بتحاولي تقولي انه في نديه ولا هم الابطال، لان ما هماش الابطال برضه. اكيد هم مش ابطال. يعني في قسم حاسبات وفي ميكانيكا وفي كهرباء وفي باور وفي اقسام. مجال نحس ان هم متنافسين اكتر. يعني مهندس المعماري يعمل مشروع، يجي مهندس مدني لا مش هينفع، الاستراكشر كده مش سليم. انت مهتم بالشكل وانا مهتم بالاستراكشر بتاتا. هل دي فعلا منافسه؟ دي حاجات اعتقد في مخ الطلبه بس. هي في مخ الطلبه لا 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 ابدا ابدا ابدا. العمل البنائي لا يمكن ان يحدث بدون وعي معماري ووعي انشائي ووعي للخدمات اللي هي التكييف والكهرباء والصحي و يعني انا هديكي مثال بعيد عن الانشائي والمعماري علشان ايه ابين لك ان الموضوع ما هوش بس الاثنين دول. لما انا مثلا باجي بصمم مبنى وشخص من الاستشاريين استشاري التكييف مثلا بيجي يعمل لي اوفر ديزاين يعني يزود الاحمال بتاعته كما لو كنت بعمل ثلاجه مثلا او فريزر. ابص الاقي ان الجهاز اللي هو بيحطه لي ده ما بيفصلش عمره طبعا، لانه على طول هو عايز يسقع قوي وانا متلج وانا مش عارف ان انا ايه. ده بيبقى ايه وضعه بالنسبه للمبنى. بضطر ان انا كل شويه افصل الجهاز علشان اقلل التبريد، الحمل بتاع التبريد. بجانب بقى ان انا استهلكت كهرباء قد ايه من الاوفر ديزاين، الى ان قفل وفتح التكييف كل شويه ده علشان كل الفريون يبتدي يشتغل في الدوره بتاعته، ده كل ده مكلف جدا. يبقى انا عملت ايه؟ عملت حاجه بتبرد كويس قوي 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 قوي، لكن في واقع الامر هي بتبوظ المبنى كبرفورمانس نتيجه ان انا اقتصادياته ما هي السليمه. ودي برضو مشكله. يبقى اذا المبنى لن يكتمل نجاحه الا اذا كانت في منظومه من التخصصات بتشتغل مع بعض. نفس الشيء بالنسبه للكهرباء والاضاءه والصوتيات وغيرها على حسب طبعا تخصص المبنى. طيب دلوقتي انا بعد ما اخلص دراسه عماره واخدت البكالوريوس اعمل ماجستير في مجال مختلف عن مجال العماره عشان على الاقل بعد ما اتخرج ما ابقاش عامل اوتوكاد او ماكس. ايه علاقه الماجستير بدي؟ اعمل ماجستير في مجال مختلف عن العماره، يعني مثلا اعمل ماجستير في حاجه خاصه بالهندسه المدنيه مثلا، هتفيدني انا كمان من الناحيه الانشائيه بعد ما اكون خلصت دراسه عماره وديزاين وكل الحاجات دي. انا ما اعتقدش اصلا انه ممكن الواحد
يسجل في تخصص غير تخصص البكالوريوس بتاعه. يعني حتى لو اديكي مثال يمكن يبدو ليكي غريب، انه خريجي الفنون الجميله، كليه الفنون الجميله جامعه حلوان، اللي هم ديكور، فهم في صلب يعني احد التخصصات او الروافد بتاع التصميم المعماري، ما ينفعش ان هو يسجل عندنا ماجستير عماره، لان هم مش مهندسين، هم تخصص ديكور، لكن ما هماش مهندسين معماريين تخصص تصميم داخلي. فاهم ازاي؟ طيب هل حضرتك تفضل لقب الباشمهندس ام المعماري؟ لا، المعماري طبعا. المعماري. الباشمهندس هو ممكن يبقى اي حاجه. يعني انا برضو بقول الباشمهندس الانشائي افضل من الباشمهندس برضو، لانها بتقول هو باشمهندس ايه. فالتخصص يعني الدقيق مش ضروري اوصل لدقه ان انا بقى مسؤول عن معرفش المكتبات في الجزء الايه. لا، انا بقول ان انا معماري وخلاص. طيب احنا معانا مجموعه من اسئله الطلبه في قسم عماره، وهي عندهم مشكله كبيره جدا، وهي مشكله تنظيم الوقت بين الديزاين وبين البيلدينج وبين كل المواد. ازاي يقدروا يوصلوا ان هم ينظموا وقتهم كويس بين كل المواد دي، في نفس الوقت لو حصل ان هم يقدروا يخرجوا تدريب بره مثلا في شركات، ينظموا وقتهم ازاي؟ التدريب اصلا في الصيف، فهو ما ملوش علاقه بالتايم مانجمنت. يعني تنظيم الوقت ده له علاقه بالترميم او بنظام الكريدت اذا كانوا في الكريدت. اعتقد انه المشكله بتاعت طالب العماره اللي ما عندوش الملكه بتاعت تنظيم الوقت، انه بيبص على الاساينمنت بتاعي او الحاجه المشروع او اي بحث يجب ان يسلمه على انه هو ده الغايه، بغض النظر عن بقيه ما يحدث في حياته، سواء مسؤوليات اجتماعيه او اسريه او رياضيه او دينيه او غيرها يعني. فالانسان الحقيقه لا يكتمل البالانس بتاعه او الاتزان بتاعه الا اذا كان بيبص على كل الحاجات دي. ايوه، في فترات معينه الواحد بيغلب حاجات على حاجات، لكن ما اقدرش اقول ان انا ههمل كل شيء واعمل حاجه واحده بس في حياتي دلوقتي، وهي المذاكره مثلا. لان الانسان ما هوش بس مفروض ان هو بيذاكر فقط، هو عليه مسؤوليات. يعني انا بعتقد انه العمليه بتيجي يمكن بالتدريب. ودايما بنصح الطلبه بتوعي الحقيقه ان هم ما يطبقوش يعني ابدا، لانه فكره التطبيق دي يعني الواحد يعملها على اضيق الحدود، لانه الطالب لما بيقعد اكتر من 24 ساعه مش نايم، في خلايا في مخه بتضمر وتموت ولا تتجدد تاني. يعني مش معقوله يعني. مفيش حاجه تستاهل. وايه اللي هيحصل يعني من ساعتين زياده ولا ساعتين اقل؟ ولا حاجه خالص. يعني كميه اهدار الوقت اللي بيحدث داخل الكليه وخارج الكليه ممكن انه يتوفر ويرشد في اللي احنا ما بنناموش ده. انطباع حضرتك ايه على دفعه اولى عماره الثانويه؟ كبيره جدا وانا السبب فيها. لكن انا ما تعاملتش طبعا الا مع جروب واحد فقط في التصميم. لسه المفروض هخش لهم بقى تاريخ العماره، اقدر اقول لك بقى ارد عليكي في السؤال ده بعد شويه، يعني بعد كام شهر كده ان شاء الله. طيب المعماريين بصفه عامه هم اساتذه في التخيل، فاحنا نخرج من الجزء المعماري، وهطلب من حضرتك تغمض عينك لمده 10 ثواني. فين السؤال بقى؟ عايز ايه اللي انا بتخيله؟ بتخيل امتى الحديث ده هيخلص، لان غالبا عندي 40-50 طالب مستنيني بره عندهم مشاكل كبيره جدا وعايزيني ان انا احلها لهم، ونفسي ان انا احلها لهم. ان شاء الله. واحنا في حديثنا احنا بنجاوب على اسئله كتيره جدا من طلبه حضرتك. السؤال الجاي هي مشكله الفنيين في اعدادي عامه، ان هم في الورش وطريقه تعاملهم مع الطلبه، واهم مشكله هي مشكله في اعدادي، مشكله معيدين الرسم واساتذه الرسم، ان هم بيطلعوا الطالب يعني جزء منهم من طلبه اعدادي بيطلع كاره الرسم،
فحتى لو في ناس حابة إن هي تدخل عمارة أو كده فبتتشتت لدرجة إن هي ممكن فعلا ما تدخلش قسم عمارة. من ضمن المواد اللي هي هتتغير كاملا هما المادتين اللي انت جبتي سيرتهم دول. يعني الرسم طول عمره كان زمان، وانا يعني طلعت من اعدادي الاولى وانا واخد حاجه اسمها رسم ميكانيكي ورسم معماري ورسم مدني. الثلاثه كانوا 3 موديولات بناخدهم في ماده الرسم، ما كانتش موديوله واحده. مع الوقت ناس مش عايزه تدرس من قسم ايه وناس مش عايزه، فاتقلب الموضوع الى انه رسم ميكانيكي فقط بيخدم طلبه ميكانيكي لكن ما بيخدمش طلبه الكليه كلها. الورش برضو يمكن من 50 سنه فاتوا، من 60 سنه فاتوا، وكان الحاجه اللي هم بيدرسوها في الورش مفيده لكثير من الناس. النهارده ما بقاش ده بينطبق اظن على الحاله ما بقتش في العامه. نفس الكفاءة اللي فاحنا كانت زمان. بنحاول ان احنا نعمل ماده جديده، الماده دي تنمي مواهب الابداع لكافه تخصصات الهندسه، وفي نفس الوقت يبقى الجزء التطبيقي بتاع الحاجه الابتكاريه اللي الطالب هيعملها دي بتنفذ في ماده الورش. فالورش مع الماده الجديده دي ينصهروا مع بعض. طيب في الفترة دي الأنشطة الطلابية بقت أكتر من الطلبة نفسهم. إيه رأي حضرتك في الأنشطة الطلابية في فترة ما قبل الثورة وما بعدها؟ من ناحية الحرية الزيادة اللي ممكن أخدتها الأنشطة، أو إن بقى في أنشطة كتيرة جدا. لا، أنا ما كنتش هنا قبل الثورة فأنا ما أعرفش كل الحاجات اللي كانت موجودة، لكن أنا اللوم بتاعي على كل المجموعات والأسر إلى إنه معظم الأنشطة مكررة، وألاقي إنه في الأسبوع ده في 7 ايفنتس بتحصل كلهم فيهم مثلا هيومن ريسورس ديفلوبمنت. طب وبعدين يعني انا هقعد اسمع كام محاضره على سوفت سكيلز؟ يعني 1 2 3 كفايه، يعني مش هفضل اعيشهم طول عمري. فيعني انا اعتقد انه في مشكله في التنوع للانشطه، وفي مشكله في الكوردينيشن اللي هو ما بين الاسر وبعضها واتحاد الطلبه. ودي حاجه من الحاجات اللي انا هطلبها طبعا من رئيس الاتحاد اللي هينتخب ان شاء الله خلال ال10 ايام القادمه باذن الله، انه يبقى في الكالندر دي كل واحد بيحجز فيها نشاط، ونعمل حسابنا انه في الترم الاول والترم الثاني، في الاول وفي النص وفي اخر الترم، ما يبقاش الانشطه كلها من نفس النوع من كل الاسر. يعني هي محتاجه شويه تنظيم بسيط، يعني ما هوش حاجه صعبه لكن ممكن يتعامل بسهوله يعني. لو بطلنا نحلم نموت، قطار حياة الأستاذ علي جبر إلى أين يتجه؟ يتجه ناحية نهاية الكارير بتاعته وتسليم الكارير للي بعده، ودي سنة الحياة. يعني الواحد بيبدأ بطموح والدنيا بتوصله لحاجة وبعدين بيثقلها ويحاول إنه يحسنها، بيروح في اتجاه وبعدين لازم يعلم غيره. وأنا الحقيقة في المجال بتاع التخصص بتاعي اللي هو تاريخ العمارة، الحمد لله ليا الفخر ان انا اقول ان في 3 4 تتلمذوا على ايدي، وانا مطمن تماما ان يوم ما يجرى لي اي حاجه الناس دول موجوده وان شاء الله هيشيلوا الرايه، وان الدنيا هتستمر والدنيا يعني تسري في الطريق اللي انا شايفه سليم بالنسبه لمستقبل القسم ان شاء الله. طيب لو طلب من حضرتك انك تتولى منصب احد الوزارات، شايف ايه الوزاره اللي شايف ان انت حضرتك ممكن تأدي فيها اكمل واجب؟ انا استاذ جيد وان شاء الله اعيش واموت استاذ، مش عايز اعمل حاجات تانية. مش عايز اعمل حاجات تانية. طيب. انا املي في الحياه ان انا افضل هنا. انا حتى وانا في مكتب الوكيل انا ما سبتش اعبائي التدريسيه، انا خفضت اعبائي التدريسيه لكن ما قدرتش غير لان اليوم اللي انا بروح ادرس فيه السكرتاري عندي يجي يقولوا لي ايه انت النهارده مبسوط، هو في ايه؟ اقول لهم انا درست النهارده 6 ساعات او 7 ساعات او 8 ساعات، هو ده السعاده. الايام اللي بتبقى بالنسبه لي يعني دراي دايز، اللي هي الايام اللي ما هياش فيها ابتسامات كتيره، بتبقى ما فيهاش تدريس. طيب في كتاب اسمه 100 نصيحه للمعماري، في من احد المقولات اللي عايزين حضرتك تعلق عليها ان المعماري مدمن تفكير. اتمنى. طيب انت عارفه ليه اتمنى؟
مشكلة المعماري إن عمله شاق ومحتاج ساعات كتيرة جدا لإني أؤدي وأكمل الشيء، فالوقت المخصص للتفكير دايما بيجي ضيق أو بيختصر، علشان أنا عامل حسابي إن اللي بعده قد كده، فأنا لو فكرت قد كده يبقى اللي باقي لي لتنفيذ الشيء قد إيه؟ الشيء اللي لا يكتمل تفتكري يبان فيه فكرته؟ يعني انا فكرت ووصلت لاحلى افكار وما لحقتش ابينها، يبقى وصلت ولا ما وصلتش؟ ما وصلتش. قبل ما نكمل احب اسال حضرتك سؤال. هو اسم القط ده ايه؟ اسمه كوفي، اللي هو كايرو يونيفرسيتي فاكولتي اوف انجينيرنج. مولود هنا و يعني اتولد في الدور اللي فوق في قسم مدني وبعدين نزل بقى واخد علينا وبيجي ياكل معانا وساعات ينام شويه هو في قلطة جامدة من فوق المكتب دلوقتي. طيب احنا دلوقتي خلصنا الجزء الأصعب من الأسئلة وهنخش على الأسئلة السريعة. مع أو ضد؟ مع أو ضد إن قسم عمارة بينضم إلى كليات الفنون الجميلة أو التطبيقية؟ الفنون الجميلة أو التطبيقية؟ لا، احنا هندسة معمارية بيغلب علينا الهندسة، لكن العمارة لا يمكن أن تنجح إلا لو كان فيها انتفاع وفيها إنشاء وفيها جمال وفيها يعني يبقى فيها شق جمالي، لكن ليس هو أساس الموضوع. طيب مع أو ضد البرامج الساخرة اللي بتسخر من الواقع السياسي حاليا، أمثلة برنامج مثلا رسم يوسف؟ أعتقد إنه في ظل ثورة تعطي مساحة للرأي والرأي الآخر في شتى المجالات، أقول نعم مع أو ضد، لكن مش مع قلة الأدب. يعني إني أقل أدبي على غيري ليس حرية. مع أو ضد إن مهندس هندسة القاهرة بيختلف عن جميع مهندسي العالم العربي؟ مختلف، لأنه ظروف معيشته وثقافته والإقليم اللي هو بيطلع منه بيأثر عليه، وبالتالي في خصوصية المهندس من كل مكان. مع أو ضد سياسة الحكومة الحالية في مصر؟ قصيرة النظر. احنا في نهاية اللقاء ده بنشكر حضرتك، واحنا اسفين جدا جدا اذا كنا عطلناك. احنا عارفين ان ورا حضرتك اغلال كتيرة جدا وحلول ومشاكل كتيرة جدا حضرتك لازم تحلها. احنا بشكرك جدا، واحنا اكيد هنستفيد من النصايح اللي حضرتك قدمها. بشكرك جدا يا دكتور. الله يخليكي. وفي اخر اللقاء احب اقول لكل طلبة كلية الهندسة انه المكان اللي انا فيه ده بيعلمني ازاي ان كلكم زي بعض وكلكم احبائي وكلكم ولادي، واي حد عنده اي مشكله يجي لي وبابي دايما مفتوح ليكم زي ما انتم عارفين. شكرا جدا يا دكتور. شكرا.